مين؟ المعلم إمام عاشور السطور. يد النور يد النور. ازيك ياد يا إمام؟ وحشني برشا كتير. إنما إيه اللي جايبك عندنا هنا في تونس؟ جاي فسحة ولا جاي تعمل شوبينج؟ حبيب قلبي يا معلول يا زغلول، انت وحشنا اكتر والله. وبعدين انا لا جاي اتفسح ولا جاي اعمل شوبينج، انا جاي مع النادي الاهلي. اصلا عاملين معسكر هنا في تونس علشان التحضير للموسم الجديد. يعني انتوا استنيتوني لما امشي من الأهلي وجايين تعملوا المعسكر هنا في تونس؟ ما انتوا كنتوا بتشحططونا على اسبانيا وتركيا والمانيا. وعلى العموم يا سيدي، اهلا وسهلا بيك وبالنادي الاهلي في تونس. انما انت سايبهم وداير تلف ليه في الشوارع كده؟ اصل بيني ما بينك، اول ما عرفت ان احنا جايين تونس فقلت لازم اشرب كوبايه بقدونس، واديني داير بلف على اي قهوه مش لاقي. لا لا لا، ده كده غلط على الزلط اللي انت بتقوله ده. تبقى ضيف عندنا وتدور على قهوة؟ تعالى معايا على البيت، هنتغدى ونريح شوية، وبعدين اعمل لك احلى كوباية بقدونس احسن من اي قهوة في تونس. حبيبي علولو، والله انت ابن اصول. خلي بالك، انا كنت من ضمن المعترضين انك تمشي من الاهلي، بس ريفيرو المدرب الجديد هو اللي كان حطك في دماغه واصر انك تمشي. بس انت يا معلول قاعد في قلوبنا وبنحبك. المهم، انت رحت نادي جديد ولا اعتزلت ولا شغال ايه بالظبط؟ والله يا ايمو يا اخويا، لسه مش لاقي نادي مناسب يعني. طبعا بعد الاهلي الواحد مش شايف اي نادي قدامه، ودي مشكلة انك تسيب الاهلي. المهم، قلت بدل قعدة البيت اطلع اشتغل، فرحت اشتغلت دليفري، بوصل حاجات للناس وكده يعني. ايوه يا عم، ما انت خبرة في الموضوع ده، ودي كانت شغلانتك في الاهلي. كنت تطلع بالكرة في الحارة الشمال، ما تسيبهاش الا على رسم اي مهاجم وتبقى داخلة جوه الجون كمان. يا سلام يا واد يا ايمو يا حراق، فكرتني باحلى ايام في حياتي. ده انا كنت اسرع دليفري في مصر، والحمد لله برضو اخدت جايزة اسرع دليفري في تونس. مرة وصلت لواحد اوردر من مطعم بعد ما طلبه ب 43 ثانية، راح رجعني بيه وقال لي يا عم ده انا لسه ما جوعتش. المهم، اخبار الاهلي ايه؟ احكيلي. الحمد لله كله تحت السيطرة. جبنا شوية صفقات كده، الواد محمد شكري، على ياسين مرعي، على محمد شريف المخيف. ودينا بنعمل اللي علينا وربنا يكرمنا بقى في الموسم الجديد. يا سيدي ربنا يوفقكم، بس لو كنت سبتوني شوية معاكم في الموسم ده كنت كسرت الدنيا. بس يلا، كله خير ان شاء الله. هتابعكم على اون سبورت. الا بالحق، الواد وسام ابو علي عامل ايه؟ هو جه معاكم ولا لا؟ ما جاش يا عم، قطع وقطعة سيرته. ده عامل مشاكل وعايز يسيب الأهل ويمشي. قال إيه؟ عايز يروح يلعب في أمريكا، ولا بيجي التدريبات ولا بنشوف وشه. لا حول الله، إيه اللي جراله الواد ده؟ ما كان ماشي زي الفل وبيجيب اجوان بالعبيط، وتكلمه يقولك حاضر ونعم. الواد ده شكله حد عامل له عمل على ودن جمل.